وتأسيس العناصر. النهارده إن شاء الله هنستعرض مواصفات لوحة التحكم الخمسة مرحلة. اللوحة دي كما هو موضح. هنتكلم في الأول إن شاء الله عن مكونات اللوحة. اللوحة دي فيها 2 تايمر، كل تايمر فيهم 2 زمن. مبدئيا التايمر 2 زمن ده بيكون فيه زمن التشغيل وزمن الإيقاف. هنا بيتم ضبط التايمر كما هو موضح. أنا مثلا كده 0 تايم تشغيل و15 ثانية فصل. طب احنا كده هنخليه مثلا 10 ثواني تشغيل و15 ثانية ايه فصل. هو كده اللوحة احنا لحد دلوقتي اللوحة ايه مقفولة او مطفية. طيب التايمر اللي شغال ده تايمر 2 زمن بتاع شفاط تجليب الهواء. التايمر ده واخد امر من نفسه ان هو يشتغل ويفصل لتجليب الهواء زي ما انا ظبطه. طيب التايمر ده احنا مطلعين منه مخرجين اللي هما المخرج ده والمخرج ده. نلاحظ كده احنا هنا عاملين 10 ثواني تشغيل و15 ثانية فصل. اول ما التايمر يوصل للثانية ال15 بص هنلاحظ ايه، اللمبة تفصل والتانية تشتغل اهو، اللمبة فصلت التانية اشتغلت. طيب ايه الميزة في ان احنا نعمل مخرجين في التايمر الاتنين زمن بتاع شفاط تجليب الهواء؟ الميزة هنا ان انت لو عندك شفاطين ممكن تشغل واحد بالتبادل مع التاني بحيث انك تريحه. طبعا اللي بره او اغلب اللوحة الموجودة في السوق بيكون مخرج واحد في التايمر الاتنين زمن. احنا هنا عدلنا لصالح العميل، خلينا مخرجين في التايمر الاتنين زمن الخاص بشفاط تجليب الهواء. الشفاط تجليب الهواء ده لازمته ان انا مثلا لو في العنبر والحرارة عندي مثلا مظبوطة من غير ما اشغل دفاية او من غير ما اشغل خلايا التبريد، دلوقتي الفراخ لازم يتجدد الهواء في العنبر، فبنركب الشفاط ده بنخليه ياخد امر ان هو يشغل، بنركب التايمر ده بنخليه ياخد امر ان هو يشغل الشفاط تجليب الهواء اهو، واحدة بتفصل والتانية تشتغل. طيب ادي المخارج اهو، شفاط تجليب هواء. هنا المخرجين بتوع الشفاط اللي هو شفاطات تجليب الهواء. طيب في الاول برضو لازم نبقى عارفين ان ده مخرج التدفئة وده مخرج الخلايا، بس الخلايا بتاعتي برضو هنا متوصلة باتنين زمن، بتايمر 2 زمن اللي هو التايمر ده تايمر الخلية. التايمر ده لازمته ان لما الخلية مثلا تتبل ما ينفعش تفضل مستمرة، ما ينفعش يفضل الغاطس يرفع ميه في الخليه علشان بيزود معدل الرطوبه جوه العنبر. فاحنا عملنا الخليه بتايمر 2 زمن. التايمر 2 زمن ده بياخد امر مع الشفاط الخاص بتبريد درجه الحراره، وهنشوف الكلام ده عملي. طيب وده هنا زي ما وضحنا مخرج للخليه بالتايمر 2 زمن. ده هنا مخرج الشفاط الخاص بالتبريد. طيب مخرج الشفاط الخاص بالتبريد. طيب بمجرد ما الحرارة وصلت عند 31 هنلاقي الكول يبدأ يشتغل، يشتغل. بمجرد ما الكول يبدأ يشتغل يبقى كده اللوحة بتاعتي شغالة على التبريد. يعني ايه اللي شغال على التبريد؟ يعني اول ما دايرة الكول تشتغل هتلاقي التايمر الاتنين زمن الخاص بالخلية يبدأ ياخد امر. طيب تعالى نعمل تجربة تاني بسيطة. هنخفض درجة الحرارة اهو، هنخفض درجة حرارة. بص كده اول ما الخلية وصلت عند الهيت، عند التدفئة، ايه اللي فصل؟ التايمر الاتنين زمن، لان انا مش محتاج الخلية. الميزة هنا ان الخلية بتاعتي شغالة على تايمر 2 زمن، بتاخد اوردر او بتاخد امر تشغيل مع الشفاط اهو. هندفي الحساس اهو، هنلاقي الحرارة وصلت 30. تمام، الحرارة لما توصل 30 اللوحة مش هتشتغل لا هيت ولا هتشتغل تدفئة، لان في فرق درجة اهو. بص كده اهو 30 اهو، لحظات بس اهو، لا اللوحة لا اشتغلت هيت ولا اشتغلت كول. احنا عاملين ان هي تبدأ ظابطين الاعدادات لوحة التحكم ان هي تبدأ تدفي عند درجة حرارة 29 وتبدأ تشتغل تبريد عند درجة حرارة 31. تعالوا نعمل برضو اول ما الحرارة توصل عند 31 هيبدأ لمبة الكول تشتغل ويبدأ معاها التايمر 2 زمن يشتغل اهو. نلاحظ ان التايمر 2 زمن هيشتغل مع لمبة الكول اهو. ايه اللي حصل هنا؟
اللي حصل هنا ان اللي احنا اللوحة واخدة امر كول، اللوحة واخدة امر كول. طيب معنى كده ان الشفاطات الخاصة بالتبريد هتشتغل ومعاها الخلية، بس الخلية هنا متوصلة على التايمر الاتنين زمن اهو. نلاحظ كده ان بص كده احنا هنا ظابطين الخلية تشتغل 7 ثواني وتفصل 12 ثانية اهو. اول ما تشتغل 7 ثواني هتلاقي اللمبة دي طفت اهو، 5 6 7 طفت كده. الخلية الغاطس هيوقف رفع مية للخلية، بمجرد ما يوصل ل 12 ثانية هيبدأ اللمبة دي تشتغل، هي لمبة الخلية. طيب الشفاطات مخرج الشفاطات ده هيفضل شغال دايركت طول ما الحرارة مرفوعة، طول ما الحرارة مرفوعة يعني طول ما الخلية او اقصد طول ما اللوحة شغالة على الكول هيفضل الشفاط الخاص بالتبريد هيفضل شغال. طيب امال الخلية هنا بقى هتبدأ تاخد امر فصل وتشغيل من التايمر الاتنين زمن علشان ما نعليش رطوبة العنبر، علشان ما نعليش رطوبة ايه العنبر. يبقى احنا اللوحة دي بتتكلم عن جميع المواصفات اللازمة لإدارة أي عنبر. بنتكلم عن تايمر 2 زمن خاص بالخلية علشان يفصل ويشغل الخلية لما تكون الشفاط التبريد شغال، يفصل ويشغل الخلية، ما تبقاش الخلية شغالة دايركت علشان ما تزودش رطوبة العنبر. كمان اللوحة دي فيها ميزة كمان ان الشفاطات الخاصة بتجليب الهواء متوصلة على تايمر 2 زمن. طب ايه الفرق بين التايمر 2 زمن والواحد زمن؟ التايمر 2 زمن زمن الفصل ملهوش زمن التشغيل، ممكن اظبط 10 ثواني فصل و15 ثانية تشغيل زي ما انا عملت. طيب التايمر الواحد زمن لا، زمن الوقت التايمر 2 زمن زمن الفصل يختلف عن زمن التشغيل. يعني هنا ممكن نشغل التايمر 10 ثواني تشغيل و15 ثانية فصل، لكن التايمر الواحد زمن لو ظبطته 10 ثواني تشغيل هيفصل 10 ثواني برضو ايه، يعني لو اتظبط 10 ثواني تشغيل هيبقى يتظبط 10 ثواني فصل وهكذا. كده ان شاء الله احنا اللوحة دي برضو بتتكون من كونتاكتورات، حاجة اسمها شنايدر، حاجة اسمها ايه شنايدر، ده كونتاكتور مستورد. ان شاء الله الاستفسار 010 6 الاستفسار يتواصل معنا 010 62 095 088. عليكم السلام.